ازيكم يا شباب؟ حابب بس في البدايه كده اشكر كل واحد اتفرج وعمل سبسكرايب ولايك وشير، واللي كتب كومنت برضه. انت في القلب، انت في القلب. خد البوسه الحلوه دي. بعد فيلم اول مره تحب يا قلبي قلت اقفل صفحه تامر عبد المنعم مؤقتا، والفيلم يعتبر تصنيفه رومانتيك كوميدي، ولكن فيلم النهارده وهو بحبك وانا كمان يتفوق عليه من ناحيه انه رومانتيك اكشن كوميدي، وانه احلى منه طبعا. بس ده ما يمنعش برضو ان الفيلم وحش، بس اللي مخلي ان الفيلم ليه معزه في قلبي غير طبعا انه مرتبط معايا بذكريات هي كميه الميمز اللي طلعت منه. بيبدا الفيلم معانا بحفله بيغني فيها عمرو مصطفى، وافتكرت هنا لما كان الميم بتاع عمرو مصطفى اتفايرل وفضلنا نبعته لام التنانين ايميليا كلارك، وخليناها في الاخر تغير صوره البروفايل، والناس كانت عايزاها تحط صوره حمو بيكا، ولكن الحمد لله المحاوله فشلت. المهم نرجع لموضوعنا. بنشوف ان الجمهور مش مندمج معاه. نور وشريف ابن خالته بره مستنينه يخلص. حسب مدير اعماله بيقول له انه ماشي، بس منظم الحفله بيقول له لا، وبيحاول يخلي عمرو مصطفى يوقف غنى ولكنه بيرفض وبيقطع عنه الصوت. وهنا بيقول للجمهور عايزين امشي، بيقول له امشي امشي امشي، وانا بقول يا على الكسفه. المهم بعديها بنشوف ان في لقاء مع عمرو بيقول فيه انه هيخلي نور يبطل غنى. بعديها بنشوف ان هو رايح فندق وطالع في الاسانسير، ولكن سمير سبوت بيلحق الباب قبل ما يقفل، اللي بقى ميم مشهور بعديها. المهم بنشوف لقطات ليه وهو رايح يركب الموتوسيكل ومتوتر، لقطه ليه في الاسانسير وبعد كده موتوسيكل وبعدها اسانسير وبعد كده موتوسيكل وبعدها اسانسير وبعد كده موتوسيكل خلاص. وبنشوف انه قتله. وهنا احب اقول ان شخصيه سمير سبوت من احلى الشخصيات الشريره اللي عندها مرض نفسي اتقدمت عندنا في السينما. بنشوف ان نور اتقبض عليه علشان شاكين فيه. المهم القضيه بتتأيد ضد مجهول وبيخرج، وبعدها بنشوفه قاعد على البحر، وبنشوف راجل كبير بيعزف لمراته على الجيتار وبيفتكر لما خالته جابت له جيتار. وبعدها بنشوف طفل بيلعب بالطاره الورق وتتقطع ويعيط، ونور يروح يحضنه ويخليه يلعب في الجيتار، ونور يقول له تحب اغني لك، ويغني ويقول له كان في مره طفل صغير كان في ايه واقف بيطير طيرته والفرحه في عينيه. وانا بفكر في كلمات الاغنيه ومتاثر، والواد صوته وحش قوي، لحد ما مره واحده يجي نور ويقوم قال ايه كان في مره طفل صغير كان في ايه واقف بيطير طيرته والفرحه في عينيه. وهنا انقلبت مهرجان وانا عمال ارقص، ويجي شريف يوزع سندوتشات على الناس، ونشوف ان بكر المنتج سامع وهو اللي اداه فرصه الغنى، وبنشوف ان ده فلاش باك. بعدها بنشوف بكري وشريف وحسن رايحين لنور علشان في حفله المفروض يروحها، بس هو مكتئب وبيروح الحفله ويركبوا العربيه، ونشوف شريف بيحلق ان نور دقنه في العربيه، والراجل بتاع الكارته شايفه وهو مصدر له الطرشه وفاكر ان هم الوان. بقول يا سلام ايام ما كانت الافكار دي مرفوضه بجد، مش دلوقتي اللي لازم يقدموها عافيه بمبرر حب الانسان والحب يا جماعه وتقبل الاختلاف. والله يا جماعه الله، هي دي الانسانيه، هو ده التطور الحقيقي للانسان. طور الانسان من انه انسان وتمنيه انه يكون دراجة. المهم نسيبنا بس من الكلام ده، مش هو ده موضوع نقاشنا دلوقتي. المهم بنشوف بكري بيكلم فريدة انها تعمل فيلم مع نور. على الجانب الاخر نشوف سمير سبوت عند بيت نور وعايز يقابله، ولكن الباب بيقول له انه مش موجود، ويقول له تعالى في العيد وهنبقى نديك لحمه. ونشوف انه اتعصب ويوريه صوره ليه هو ونور ويقول له اسف تعالى في وقت تاني يمكن يكون موجود. نشوفه بعد كده في اوضته ماسك صوره نور وشكله مريب قوي بزياده، لو انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه يا سبوت؟ انت دراجه يا سبوت ولا ايه؟ بعدين نشوف فريده راحت لبكري. بعدها بشويه نور وصل، ولكن العيال اللي كانت موجوده عايزاه يلعب معاهم ويوافق، بس العيال يقولوا ايه هنجيب اخواتنا الكبار ويلعبوا معاكم. طلعوا مين بقى اخواتهم الكبار دول؟ يعقوب قمر الدين دبيازة، خالد كشميري، خضر كرويته. اسف على الافين. كمل عادي. خالد الغندور، تامر بيجاتو، احمد السيد، وهشام حنفي. والمفروض ان في دماغهم الناس كانت هتقول واو دول جايبين لعيبه بجد، المالتي فيرس اوف مادنس، هو ده سبايدر مان نو واي هوم المصري. يا الله يا جماعه يا الله. المهم بنشوف انهم عملوا حفله بسبب ان هم يعملوا الفيلم مع بعض. بنشوف بعديها سمير سبوت رايح لنور، ولكن فرد الامن بيقول له مش موجود، ويقول له امشي ده مش موجود، ولكن بيقول له انت كذاب، ويقول له هخش عافيه، ولكن فرد الامن مسكه وعايز يمشيه ويقوم ضربه بالسكينه. وانا عمال اقول ليه المبرر. بعدها نشوف نور وشريف رايحين لام عصام علشان فرح ابنها، ولكن نور يرفض يغني، واخو عصام يرفع مطوه عليه ويقول له هتغني، وتبدا الاغنيه لو سمحت نزل ايدك تحت من فضلك، لو سمحت نزل ايدك تحت. وانا فاكر ان الاغنيه دي كانت ترند وقتها. بعديها نشوف نور وفريده عند بكري وماشيين، ولكن عربيه نور عطلانه وما فيهاش بنزين وتليفونه فاصل، اللي هو حرفيا القدر بيجمعكم مع بعض يا احبابي. يطلب من فريده دي التليفون وبيرن على شريف، ولكن تليفون شريف فاصل.
وتقول له تعالى اوصلك، ونشوف نور وخالته وشريف وفريده بياكلوا ويلعبوا ويغنوا ومشاعر السعاده بزياده. بعدين نشوف سبوت راح لمكتب نور وعايز يقابله، ولكن حسن بيقول له امشي، ويقول له لما يجي نور هخليه يرفدك. شريف يقول له تعالى طب يا استاذ سبوت تعالى استناه. نور يجي فعلا المكتب بتاعه، وشريف يدخل يقول له صاحبك سمير سبوت بره عايزك. نور يقول له معرفوش، وتلاقيه بيشتغل. طبعا شريف متضايق فيطلع ينتقم، يقوم ايه بقى مسوح سمير ويقول له استناه في المكان اللي بتتقابلوا فيه عند صباع ابو الهول الصغير. شوف بعد كده نور وفريده قاعدين مع بعض بياكلوا ومشاعر حب بين الاتنين، وانا حاسس بكرنج فظيع. بعدين نشوف ان هم سافروا وراحوا مرسى مطروح ويغنوا اغنيه بحبك وانا كمان بحبك وانا كمان بحبك. بعدين نشوف نور ان هو وصل فريده لبيتها ويرن عليها ويقول لها وحشتني موت. ونشوف الميم التاني بتاع مجنون. بعديها نشوفه راجع وراكب العربيه، وسمير سبوت يرمي نفسه قدام عربيته وياخده معاه البيت، ونشوفه ان لابس بدلته ويقول له انا رشيت البرفان بتاعك. يقول له انا صاحبك على فكره من ساعه لما امي ماتت، وهو بيضحك. وانا فعلا مبهور باداء فتحي عبد الوهاب. يقول له ان عنده تصوير الصبح ويقول له امشي، ولكن يرفض. ونور يقول له امشي يلا بدل ما اخليهم يعملوا. يقول له يعملوا ايه؟ هتخليهم يضربوني؟ يقول له امشي. يقوم سبوت يقول له امشي ازاي بعد ما ضحيت بحياتي علشانك وحطيتك في كفه وحياتي في كفه؟ ويقول له امسك، ويديله السلسله بتاعت عمرو مصطفى ويقول له انا اللي قتلته. يقول له انت مجنون. يقول له قتلته قبل ما يقتلك. يقول له هبلغ البوليس. وسبوت يقول له بعد كل اللي عملته عايز تبلغ البوليس؟ يعني الحكومه ما وصلتش ليا كل ده وانت عايزهم يقبضوا عليا؟ يقول له انت مجنون. يقول له مجنون ايه؟ يقول له مجنون انا سبوت حبيبك. يرفع المطوه عليه، ولكن نور يحبسه في اوضه. سمير يهرب بعديها. وهنا احب احيي فتحي عبد الوهاب على الاداء الرائع. اداؤه فعلا في الفيلم ده كان رائع، خساره ان هو فعلا عمل الاداء ده في الفيلم ده. بعدها بنشوف شريف في قهوه بيشوف المواهب، ويجي عصام ومعاه صاحبه ويغني وداني حبيبي تحب وداني. وبعدها نسمة تقدم موهبة الرقص. وهنا نشوف ما قدم من التنمر والتقليل من النفس حرفيا. نشوف نور بيقول لفريدة ان هم يتجوزوا. نشوف على الجانب الاخر سمير بيجيب جرايد، وبتاع الجرايد بيقول له عندي ليك خبر حلو، حبيبك هيتجوز. بيقرر يبيع المكنه بتاعته بتاع الجرايد ويشتري مسدس، وانه مسافر لمكان التصوير بتاع الفيلم بتاعه. فريدة بتخش تريح في اليخت. سمير بيسوق اليخت ويهددها ويقول لها تعالي، ويديها حبل ويقول لها اربطي رجلك وايدك، ويقول لها اربطي كمان لفه، بعديها كمان عقده، ويزعق. وانا عايز اقول له مكانها ايه ده يا ابن المجنون، تعالى اربطني انت وريحني من وجع القلب اللي انت عامله لي ده. شوف نور بيرن على تليفون فريده، ولكن سبوت اللي رد. ونور يقول له ايوه يا حبيبتي انت فين؟ انا مش لاقي حد. يقول له ايه سبوت بقى؟ انا مش حبيبتك انا حبيبك سبوت. اللي هو بجد يا جدعان المشهد ده بالنسبه لي من الفيلم كله، انا بالنسبه لي الفيلم تقييمه بيعلى بسبب المشهد ده بس. بوت يقول له تعالى انا جنب الجزيره اللي عليها طيور. يا ابني البحر كله يمين، البحر كله جزر، يعني ايه اجي لك على الجزيره اللي في البحر اللي عليها طيور؟ البحر كله يمين. لما يقول كده لنور نلاقيه بيلعب لفريده باسنانه ويعضعض، وانا عمال بقول ده بياكل بقه، ده مجنون، ده مجنون رسمي، انت سايكو يالا. نشوف نور بينط في مركب واكشن جامد موت ويروح المكان، وانا بقول هي العوامه اللي انت راكبها دي ملهاش صاحب يسال عليها؟ يستغرب انها اتسرقت حتى. طيب ويضرب نار عليه، وفريده تقول له خلي بالك يا نور، ولا اخراسي يقعد يكروز يقول له تعالى، والرصاص بتاعه يخلص ويجري باليخت. فريده تقول له خلي بالك يا نور. ونشوف ابن المجنونه بيعضعض يقول نور ينط على المركب ويفك فريده، بس سبوت يجي ويضربه بطخ ويقع في الكابينه بتاعت اليخت. يبقى هيخبط في الصخره، بس ينط هو وفريده ويطلعوا من البحر والفيلم يخلص. المهم اللي تستفادوا من الفيلم ده كله، وانت ممثل وجالك معجب قال لك انا بحبك ورشيت من الريحه بتاعتك ولبست بدلتك وعايز ابات عندك، خليه يبات عندك علشان ايه احداث الفيلم دي كلها ما تحصلش معاك بس كده. وفي الاخر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس لو اول مره تسمعني، وتستنى الفيديوهات الجديده اللي بتنزل كل خميس. وسلام يا شباب.